رجع الموضوع بشكل كويس والموضوع تم على خير الحمد لله. بشكره طبعا وبشكر كابتن عبد الله. بشكرك يا فندم. يعني يلعب على البطوله في البدايه وان شاء الله نحاول نعمل حاجه او نظهر بشكل كويس في البدايه. شايف ان هم والله انا عايز اقول كلمه جميله. اقول لهم كان نفسي من زمان في اليوم دوت وربنا حققه لي. كابتن احمد عبد الملك يلا كابتن احمد عبد الملك نادي الزمالك اخيرا ليك نادي سنين طويله جدا بنسمع مفاوضات الزمالك مع عبد الملك يعني واخيرا تحقق الحلم. الحمد لله الموضوع خلص على خير وتم على خير وانا كنت من زمان وربنا حققها النهارده. يعني احنا برضه في الايام اللي فاتت سمعنا ان في تجمد في المفاوضات او السبب المالي او الصفقه الماليه ما كانتش متفقه ما بين الطرفين، اخيرا وصلت ليه؟ والله الموضوع كله طبعا الموضوع كله كان طول الفتره اللي فاتت والحرس كان طالب فلوس كتيره شويه بس هو تمت النهارده. الموضوع تم النهارده وخلص النهارده على خير. طبعا نادي الزمالك خلصوا مع نادي حرس الحدود بس انا ما عرفتش خلصوا فيها من حرس الحدود كام بس هو الموضوع تم. طب يعني بعيدا عن نادي الحرس تفاصيل التعاقد الشخصي ما بينك وما بين النادي؟ انا تفاصيل التعاقد طبعا مش حابب اتكلم في الفلوس. هو انا سنتين ونص مع نادي بس يعني كان في فرق مليون جنيه كان ده سبب خلاف ما بينك وما بين الاداره لحد فتره قصيره. والله هو الموضوع هو كان خلاف في الطريقه يعني احنا ما اتفاهمناش في بدايه الكلام او كده ما اتفاهمناش على الموضوع. قال لي ان انا عايز وانا برضه طلعت قلت انا يعني كنت متفق عليه من قبل كده بس الموضوع تم على خير. ايه طموحك مع نادي الزمالك في الفتره القادمه؟ ان شاء الله ارجع بطولات نادي الزمالك. اول خطوه البطوله الافريقيه شايفها ازاي في ظل الصعبه اللي بتمر بيها الكره المصريه بشكل عام؟ طبعا هتبقى صعبه والبدايه هي اللي هتبقى معانا ان شاء الله نقدر. تتمنى عوده شيكابالا؟ طبعا. كابتن احمد عيد كان هل في اي لقاء بينك